يعني سنتين تاع وصول سي تبون على سلطة الحكم في على رئاسة البلد، فنعرف بأن هذا وصوله إلى الحكم جاء وكان مرافق برفض شعبي يعني عارم، رفض شعبي لهذا النظام، رفض كلي لهذا النظام هذا من طرف الشعب. وبينوا يعني هذا يعني نسب المشاركة في الاستحقاقات المختلفة كانت ضعيفة، وهذا كذلك يظهر ويبين مدى يعني مقاطعة الشعب لهذا النظام ومدى رفض الشعب لهذا النظام، لأن عارف بأن المواصلة بهذه الطريقة، مواصلة بهذا أسلوب التسيير، مواصلة بهذا الناس اللي راهم في السلطة، المواصلة بهذه الطريقة يعني بهذا اللوجيسيال يخلي يعني يدي الجزائر إلى الهوية. ورانا يعني نشوفوا اليوم ونلاحظ بأن رغم كل الوعود اللي جاب بها سي تبون، وكما حتى لو إنسان آخر، لو يعني رئيس آخر، فنلحقوا إلى نفس النتيجة. فاليوم إذا نشوفوا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي فالوضعية كارثية، وراهي يعني راهي الوضعية تدهور من يوم إلى آخر، وخاصة إذا نعرف بما جاء به هذا قانون المالية تاع 2022، وين رفع يعني كل لي سوبونسيون على العديد من المواد الهامه والمواد الاستهلاكيه اللي تخلي يعني تفقر، راح تفقر هذا رفع المساعدات، راح تفقر المواطنين، خاصه بان هذا الرفع للمساعدات ما مرفوقه ب يعني بتدابير ويعني تدابير اللي تسمح باش تساند القدره الشرائيه اللي راهي تدهور ومازال راهي تدهور للمواطن. وفي نفس الوقت يعني هذه الفتره هذه عرفت كذلك يعني غلق الالاف من المؤسسات وفقدان الالاف ومئات الالاف من المناصب الشغل في الظروف اللي عرفناها منذ 2018، ماشي 2019، منذ 2018. وهذا كذلك يعني الوضعيه الاقتصاديه زادت عليها الوضعيه الصحيه اللي خلقت لنا فوضى كبيره في المجال الاقتصادي، في غياب كذلك مخطط لمرافقه هذه الازمه. ونشوف كذلك يعني اللجوء للسلطه الى الحل الكل امني، يعني لو تو سيكوريتير اللي عرفنا حتى في المجال الاقتصادي. اليوم تصور يعني لما نحكم يعني تاجر عنده ستوك يعني خزان تاع ماده البطاطا ولا يديو السجن 30 سنه سجن وبقوانين يعني تعسفيه، هذا ما عرفناش، يعني ما درسناش، ما عرفناش. في كل الأحوال لما تكون عندك أزمة اقتصادية فهناك حلول تقنية وحلول ميدانية وحلول يعني اللي تسمح باش تغير الوضعية وتصحح الوضعية. ولكن شفنا بأن الحل الكل أمني حتى في الجانب الاقتصادي راهو تقاس. وفي نفس الوقت يعني نشوفوا كذلك بأن عوض أن نستعمل سياسة في حل الكل أزمات في الجزائر، من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى آخره، احنا لجأنا الى الحل هذا اللي راهم يستعملوه. فهذا خلينا ان نتبوأ يعني مستقبل ماهوش مليح، خاصة إذا تواصل هذه السلطة في هذا التعسف وفي هذا العمل اللي راهي تستعمل وهذه السياسة اللي راهي تستعمل فيها. نزيد لك نضيف لك يعني في المجال الوضعية السياسية والوضعية يعني تاع حقوق الإنسان، وين رانا نشوفوا كما ذكر أخي سعيد، وين يقول بأن هناك أكثر من 300 سجين رأي في الجزائر. يعني في نفس الوقت نسمع لي سي تبون وين يتكلم ويقول بأن ما كانش واحد يتحقر في الجزائر. أنا نقول بأن هناك شباب كثيرين راهم اللي ما راهوش في السجن راهو مات في البحر، يعني هذا مسؤولية من؟ طيب. أنا أقول من السهل نديو السلطة ونكونوا على هرم السلطة، ولكن هي مسؤولية كبيرة. هذا من المفروض راهم أولاد يعني أولاد الجزائر. طيب. ما دلالات كذلك أنه 5 نساء في الحبس، و5 نساء يعني عيب في الجزائر. تصور أنت اليوم قل في الجزائر هناك 5 نساء في السجن سجناء رأي، يعني هذا عيب في الجزائر. بلاد مثل الجزائر المرأة لازم تحترم. فنظن بان المكان تاعو في العمل، المكان تاعو نوفروا له الظروف الملائمه باش يدير عائله الى اخره. ولكن حنا رانا نشوفوا اذا ما راهوش في السجن راهو يموت في البحر، اذا ماشي في البحر اذا رميوه في الافات وفي المخدرات وهذه الامور. نظن بان رانا شفنا رانا عايشين في هذه الوضعيه، وللاسف هذه هي الحقيقه. ولكن الحقيقه التقيت واحد الوزير سابق في واحد المناسبه وين كان يقول لي لا الجزائر يعني راهي بدات تغير والجزائر الوضعيه وتحسنت وهذه الامور.
وانا ندافع على الواقع تاع الجزائر. ومن بعد قال لي سي لالماس وقيلا ما راناش نتكلموا على نفس الجزائر. قلت له بالفعل ما نتكلموش على نفس الجزائر، انتم تتكلموا على الجزائر اللي راكم تشوفوها في النشرة الثامنة، ولكن حنا رانا نتكلموا على الواقع، على المعاش في الجزائر الحقيقيه، الجزائر تاع الميدان. هذا هو انا نقول للناس اللي راهم مسؤولين اليوم لازم ينزلوا شويه عند الشعب ويشوفوا الواقع المر اللي راهم يعيشوا فيه الشباب، الواقع المر اللي راهم يعيشوا فيه يعني ارباب العائلات، والواقع المر اللي راهم يعيشوا فيه التجار والحرفيين والناس اللي عندهم مؤسسات. كنت درت في كل مناسبه اقتصاديه نروح نلتقي مع رؤساء المؤسسات الى اخره، والله يعني في كل محطه عندي حاويات المشاكل، ان كونتينر دو بروبليم اشاك ستاسيون اشاك رونكونتر مع المسؤولين. ولكن في المقابل تبون عكس اسمح لي سي جمال، عكس واش نشوفوه في النشره لما يروح الوزير الاول ولا الرئيس ولا مانيش المسؤولين تاع في المعارض الى اخره يوريونا المؤسسه يعني لاباس بها، المؤسسه الجزائريه عايشه وراه تطور في نمو، الوغ كل الحقيقه راه عكس ذلك. يعني مازلنا نغديو الشعب بالكذب. يعني تصور اليوم يجي مسؤول في الحكومه يقول لك الحمد لله الجزائر راهي في نمو، الجزائر في الميزان التجاري رانا يعني ايجابي. يعني ولا ما تقولوش الحقيقه الجزائريين، ولا ما تقولوش بان هذا الميزان التجاري الايجابي جاء نتيجه لتضاعف سعر البترول اللي انتقل من 40 دولار الى 80 دولار. لماذا ما تقولوش الجزائر لان رانا نقصنا من الاستيراد وغلقنا المئات ولا الالاف من شركات الاستيراد، وضحينا بالاف والاف من الجزائريين اللي كانوا يعيشوا بهذا النشاط. لماذا ما نقولوش هذه الحقيقه؟ اين هو النمو؟ كيف تتكلم على نمو وانت ما راكش تنتج؟ كيف تقول على نمو حتى السي تبون يقول لك ما كانش استثمار وروحوا تستثمروا وما كانش وعلاش هذا الكذب؟ وبالتالي فاذا وصلوا بهذه الطريقه، اذا وصلوا بهذا الخطاب المغالط، أظن بأن النتيجة معروفة. وحنا عشنا هذا الأمر هذا مع النظام السابق، يعني مع الحكومات السابقة، وين كانوا يقولوا رؤساء يقول لك بأن الجزائر قادرة أن تنظم 2 من الكؤوس العالم. يا أخي راك شفت الدرس اللي عطاتها لنا بلد مثل قطر، درس كبير. يعني اللي عنده النيف لازم ياخذ من هذه الدروس هذه. يعني بلد يعني مساحه تاعو اقل من اصغر ولايات في الجزائر، يعني تعطي درس في طريقه التنظيم، في بناء الملاعب. شوف نوعيه الملاعب تاعهم، شوف الميزانيات اللي حطوها في الملعب. انا متاكد بان احسن الملاعب اللي في قطر قيمه تاعو اقل من الملاعب يعني اللي درناها في وهران ولا في برقي ولا وين لازم 15 سنه باش تبني ملعب. يعني هذا كل يبين بان رانا متاخرين كثير. وهذه لغه الخشب وهذه لغه التغليط ما تديش بعيد. حنا ما راناش نشوفوا في صوره الجزائر، بالعكس حنا رانا نقولوا الحقيقه لمن يحب يسمع لنا. إذا سي تبوني يحب يسمع لنا وما يدخلش في الأخطاء اللي قاموا بها المسؤولين اللي من قبل، يعرف بأن راهم يغلطوه، وهذه الأرقام اللي يعطيو له كلش كذب في كذب. أنا نقول له روح لأرض الواقع، روح اسمع واش صار كيفاش يعيش المواطن الجزائري.